السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما راح نطول عليكم، اليوم جايب لكم ترند جديد. الترند هذا تخلى عن كرامتك وراح يعطيك كوفي. بالمختصر الشديد، بكل أمانة أنا ما انصدمت بعد ما شفت الترند والمقاطع اللي فيه، لأن نحن في زمان قلت فيه الرجولة وقلت فيه الكرامة. كونك الحين عندك كرامة احمد ربك، لأن الناس وصلت أنها تنذل وتنهان عشان بس تاخذ كوفي ب20 ريال. نحن الترند، نحن فلاوي، نحن الفلة، نريد فلة فقط. هذه ما هي فلة، هذه تدني ونزول وانبطاح حرفيا عشان قهوة يا ابوي. ايش هذا؟ ما توصل والله، ما توصل عشان قهوة. فاليوم قاعد نشوف بعض المقاطع من هذا الترند التافه. حطوا لايك والاشتراك وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وخلونا نبدا نشوف. مقاطع فيها كوبي رايت مني بغني بالفاني What the hell? Oh my god! What the hell? Oh my god! انا ما ادري ايش قاعد يصير. في ناس ترقص كانها بنات حرفيا، تهزها يمين يسار وتعطيه حركه اليد وما ادري ايش. هذا الشيء هل هو عادي؟ من متى هذا الشيء عادي للرجال انهم يرقصون مثل البنات؟ يا اخي يهزون اشياء مفروض ما تنهز. وعلى فكره ترى يقولون ان في بنات بعد جو هناك ونفس الشيء رقصوا رقص قدام الخلق والناس تصور، وعادي الوضع. يعني المزعج ان في ناس كثير قاعدين يعزون هذا الشيء، يقولون الله وناس ليتوا عندي، سووا فرع في الدوله الفلانيه، سووا فرع ما ادري وين. في ناس يحسبون ان هذا الشيء عادي وهذا شيء طبيعي. حتى لو كان في بلاد المسلمين شيء طبيعي انك تشغل موسيقى في التيك توك وترقص عليها وترقص الشباب والرجال اللي ما هم رجال. يعني الصراحه اي واحد يرقص هناك ما هو رجال. اي واحد يروح يرقص هناك لا يقول انا رجال، يقول اي شيء، يقول انا شاذ، انا جاي، انا مثلي، انا زق، انا بدون كرامه، لكن لا يقول انا رجال، لانه اي واحد يهزها ما هو رجال. من الآخر يعني نكون صريحين مع بعض. تخيل هزها عشان كوفي ب20 25 ريال. يا أخي إيش هذا التدني والرخص اللي أنتوا فيه؟ يا أخي أنا بشتري لك كوفي مجانا، إذا تبي كوفي مجانا بشتري لك إياه، بس لا تهزها وتفشل بنفسك يعني قدام الخلق. ما أدري لوين وصلنا إحنا والله. كوب قهوة مجاني مقابل رقصة، قواعد غريبة عرضها صاحب مقهى في السعودية لزبائنه مقابل كوب قهوة مجاني، الرقص مقابل الكوفي. هكذا استطاع صاحب أحد المقاهي بالسعودية جذب الانتباه والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر شباب في أكثر من مقطع عبر مختلف الصفحات وهم يرقصون أمام الكشك قبل استلام القهوة والدفع، آملين بأن يقدم لهم كوب قهوة مجاني. انتوا قاعد تشوفون كيف هزها. هذا الرجال لابس شماغ ولابس ثوب ولابس مدري ايش، قاعد يهزها. يا اخي لا تلبس، اذا تبي ترقص لا تلبس شارة رسمية لدولتك. يا اخي الدولة ما هي كذا. يعني الدولة ما هي كذا، ما هي حقة ترقص. ما هي السعودية يا اخي، ما هي حقة ترقص. ما في اشباه رجال كثير زيكم. هذه مجرد عينة. السعودية والله ونعم، هذه مجرد عينة. في كل دولة لازم يكون فيها عينة من الحثالة. لازم كذا حثالة في كل دولة يكونوا موجودين. مولين خير. Bow, 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 Batman! Batman! هل هذا الشيء يرضيكم بالله؟ انتوا قاعد تشوفون اللي قاعد اشوفه. هل انا يعني هل انا انسان سلبي ولا مو عادي، ولا ما احب الفله، ولا ما احب على قولتكم الوناسه؟ بنات عرب يرقصون الهنود، او صاحب المحل كاشير مدري مين ذا داخل ويصورها. تخيلين هذا الشيء يا اخي؟ وات. انا منصدم. انا صراحه انا صدمت من شفت رجال يهزونها، لكن من شفت بنات بعد يرقصون قدام رجال عشان ياخذون كوفي مجانا. وين وصلنا؟ وين وصلنا يا ناس؟ يا عيال وين وصلنا؟ يرحم والديكم، ما يصير، حرام. ورجعنا لكم من جديد باتمان. اقسم بالله العظيم وجهي صار احمر كثر، يعني خجلت. انا قاعد اشوف مقطع وخجلت وحسيت اني استغفر الله، بس اللهم لا شمات، اللهم ابعد عنا يا رب التدني والذل. عشان قهوة اقعد ارقص وهزها وانذل، والله ما توصل يا ناس، ما توصل. وفي اخر المقطع يقول الحمد لله رب العالمين على نعمة العقل، وان شاء الله لا يبتليكم مثل ما ابتلاهم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وانا اشوف الدنيا ما عادت بخير الصراحه، دام فيها ناس زي كذا ما عادت بخير الدنيا. اتوقع هذا الفيديو راح يكون اكثر من المقاطع المعتاده، وشكرا لكم. بيس اوت.